اهلا بيك في فيديو جديد، وهنتكلم النهارده عن انمي سولو ليفلينج اللي يعتبر واحد من افضل الانميات المستمره حاليا، لو ما كانش طبعا افضل انمي. هتكلم بدايه عن الانمي عامه، وليه في ناس كتير جدا متوقعين ان الانمي ده يكون واحد من افضل الانميات، وده طبعا بسبب المانهوا. الانمي ده مقتبس من المانهوا الشهيره سولو ليفلينج. الصراحه انا واحد من قارئين المانهوا دي، واحب اقول لك ان المانهوا دي واحده من اعظم المانهوات، وعشان كده ناس كتير جدا متوقعه ان الانمي ده هيكون واحد من افضل الانميات. وده طبعا بناء عن المانهوا، فهو الاستوديو اقتبس المانهوا زي ما احنا متوقعين وما عملش اي حاجه غريبه في الاقتباس. فانا اتوقع ان الانمي ده يكون واحد من افضل الانميات اللي انت ممكن تشوفها. طبعا بعيدا عن الانمي ده مش هيبقى جزء واحد، انما الانمي ده هيكون اكتر من جزء، واعتقد هيكون 3 اجزاء، ده على حسب ما انا متذكر. لكن بعيدا عن ده، الانمي ده هيكون واحد من افضل الانميات، وده بعد ما انا ما شفت اول 3 حلقات. ولكن اول حلقه فيهم كانت تعريف عام بالقصه والبطل، وعرفنا ايه هي البوابات ومين هم الصيادين، وعرفنا ان البطل بتاعنا هو اضعف صياد في تاريخ البشريه كلها، وازاي انه بالرغم من ده شغال صياد. في الحلقه الثانيه شفنا نهايته المأساويه. في الحلقه الثالثه شفنا ازاي بقى عنده نظام بيقدر يساعده ان يبقى اقوى. ومن هنا تعتبر الاحداث بتاعت القصه بدات فعليا، وانا شايف ان الاستوديو اقتبس الاحداث بشكل ممتاز، وقدم لنا الصراحه رسم كويس جدا، مع اني شايف ان الرسم في المانهوا كان احسن بكتير، مش بكتير قوي يعني، بس الفرق ملحوظ، وبالذات من ناحيه رسم الوحوش السحريه. الصراحه المانهوا تكسب على الاستوديو من ناحيه رسم الوحوش السحريه والتعبيرات المرعبه والحاجات اللي زي كده. الناحيه دي في ان المانهوا تكسب، لكن في المجمل العام الاستوديو قدم شغل عظيم جدا، واقتبس المانهوا لحد دلوقتي بشكل ممتاز. الا ان في كان نوع من انواع التغييرات اللي انا شفتها في اخر حلقه، في شخصيه معينه ظهرت في وقت المفروض ما كانتش تظهر فيه، وده اللي خلينا ممكن نشوف احداث مختلفه شويه في الانمي، او ممكن الموضوع ما ياثرش على الانمي بشكل كبير على حسب خطه الاستوديو. لكن في المجمل العام الاستوديو قدر يقتبس المانهوا لحد دلوقتي بشكل ممتاز، وقدم لنا رسم وتحريك كويس جدا للانمي ده. يعني يعتبر الانمي ما اتظلمش لحد دلوقتي، واتمنى الاستوديو يستمر زي ما هو كده، عشان نشوف في الاخر واحد من الاعمال العظيمه جدا في عالم الانمي، واللي اعتقد الناس كلها هتحب الانمي ده. وده كان يعتبر انطباع بسيط على اول 3 حلقات عن الانمي ده، ووجهه نظري عن الاستوديو وعن انتاجه للانمي. فانت ايه رايك؟ لو انت كنت قرأت المانهوا وشفت الانمي، هل شايف ان الاستوديو ده له حقه ولا لا؟ ولو انت اول مره تشوف الانمي ده وما تابعتش المانهوا قبل كده، قول لي تقييمك تحت في التعليقات. ولو حابين نعمل مراجعه اول باول حلقات الانمي، فما تنساش تقول لي تحت في التعليقات، وتعمل لايك عشان ده بيدعمني نستمر. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.